قالت لي انا كنت خلاص همسكه اعجنه، بقالنا 3 ايام قاعدين نذاكر ماده اللغه الثانيه وانا مش عارفه اوصل له المعلومه كويس. كان نفسي اي حد يساعدني ويقرب لي اي حاجه لاني شغاله على جوجل ترانسليت، وده بالظبط حال معظم الامهات دلوقتي اللي ولادهم عندهم لغه تانية ومش فاهمين. بس الحقيقه قبل ما اخد معاه اي اجراء سالته ليه يا حبيبي عملت كده، مش عارف اننا محتاجين اي حد يقرب لنا اي معلومه. رد عليا يا ماما الميس ندهت عليا وقت البريك، انا واصحابي مظبطين ان احنا هنعمل ديش بارتي. الجو كان حلو قوي، كنت كمان هروح الكافيتيريا اشتري حاجه حلوه. حطيت نفسي مكانه وتخيلت انا ايه اللي يخليني اسيب صحابي اللي هيلعبوا وهياكلوا وهنتبسط كلنا عشان اروح اذاكر الماده اللي انا مش بحبها وتقيل عليا جدا ومش فاهم فيها حاجه. الحقيقه ان انا حسيت ان الولد تصرف عفوي جدا وفطري في الوقت اللي الميس كانت محفزاني جدا ضده. اكيد يعني الولد مش هيسيب كل المتعه والديش بارتي والحاجات الحلوه اللي هيشتريها من الكافيتيريا عشان يجي يقعد معاك تشرحي له الماده اللي مش بيحبها. لو كنت حطيتي نفسك مكانه كنت هتفهمي ليه الولد ما اهتمش ابدا انه ممكن يجي يقعد معاكي يخليكي تشرحي له الماده. الاولويه عنده للعب والديش بارتي بالحاجه الحلوه البسيطه اللي هيجيبها من الكافيتيريا. لو انت كنت فاهمه ده كويس جدا وعارفه تربوي ما كنتيش هتحتاجي تزودي للولاد وقت عشان تفهموهم مادتك، كانوا يفهموها وقت الحصه لانك هتبقي فاهمه نفسيتهم ومقدره سلوكياتهم كويس جدا.